السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يعني آخر فيديو كان بتاريخ 1/11/22. احنا النهارده فيديو بيتسجل 27/1/25، يعني حوالي سنتين و5 شهور. غياب طويل شوية، بس الحمد لله على كل حال. فيلا نبدأ. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، انك على كل شيء قدير. زي ما انت شفت عنوان الفيديو، هتكلم على تدريب الصيدليه، امتى تنزل صيدليه، وامتى هل فعلا تنزل صيدليه بعد ثالثه ولا لا، هل التدريبات فعلا مهمه وممكن تفيدك قدام. يعني كل الاسئله دي هنبدا ندردش فيها مع بعضينا النهارده، وبس كده. يلا بينا. اول حاجه انك تبدا تنزل صيدليه بعد ما تعرف بطاقه الترشيح بتاعتك. يعني اول ما تلاقي بطاقه الترشيح بتاعتك كليه صيدله، ابدا انزل صيدليه. هتستغرب الراي ده شويه، وده كان راي كان دكتور طوخي تقريبا كان عنده نفس الراي ده. فليه؟ لانك لما بتبدا تنزل بدري كل ما تستفيد اكتر. تمام، وده هنتكلم فيه قدام. يبقى انت تنزل صيدليه من وجهه نظري انا الشخصيه، انك تبدا تنزل صيدليه بعد ما تعب بطاقه الترشيح، مش بعد سنه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا كل الكلام ده، لانك مش هتفهم اصلا، مش هتبدا تاخد فارما غير بعد في ثالثه. فانت عشان تاخر نفسك انك تبدا تاخد او ثانيه ترم الثاني انت كلينيكال على حسب اللائحه، يعني عشان تبدا تاخر نفسك لبعد ثالثه، ده موضوع. طب ليه؟ انت الصيدليه من اسهل المجالات انك ممكن تخش فيها. تمام، انت لو تعرف حد هتروح تدخل صيدليه وتقعد مفيش مشكله وهتتعلم. مش لازم يبقى معاك حاجات معينه، مش لازم تتعلم حاجات معينه، لا انت تنزل تدريب عادي، هتنزل وهتخش صيدليه، هتقعد، هتعرف الطلبيات، هتعرف ازاي مثلا الاسعار، هتعرف النواقص، هتعرف هيبقى معاك تيم مثلا حواليك، كل الكلام ده. فليه تاخر نفسك بتنزل صيدليه بعد سنه تانية وتالتة وتاخر نفسك على الاخر؟ ده مش انا من وجهه نظري، ده يعني ايه، مش هيبقى مفيد ليك لو انت اخرت. تمام، يبقى امتى تنزل صيدليه؟ رقم واحد، تنزل صيدليه بعد ما تعرف بطاقه الترشيح بتاعتك، او لو دلوقتي، لو انت مثلا في تانية في تالتة في رابعه ولسه ما نزلتش، انزل دلوقتي. تمام، شوف صيدليه كبيره، تمام، يكون انت مرتاح فيها، قريب من البيت، او حتى يعني لو بعيده شويه مفيش مشكله. المهم تكون صيدليه مرتاح فيها، تكون صيدليه كبيره هتستفيد منها. تمام، يبقى ده السؤال الاول، امتى هتنزل صيدليه. طب النقطه الثانيه، انت هتستفيد ايه لما تنزل صيدليه؟ هتستفيد 3 حاجات بالظبط، تمام، بعيد عن الرغي كتير. الاستفاده الاولى انك هتعرف ازاي تتعامل مع الناس، ازاي تتعامل مع التيم، لان ازاي تتعامل مع المدير. تمام، لان التيم ده بيكون فيه ناس كتير، والتعاون جوه الشغل غير بره الشغل. تمام، انت تبدا تشوف الناس بتعاون، التيم يتعاون مع بعضه ازاي، التيم بيتعاون مع المدير ازاي، ازاي التيم بيتعامل مع المدير ازاي. تمام، ازاي بيدخل ستوك، ازاي بيبقى بتوصل طلبيه، ازاي لما تيجي بالطلبيه مثلا متدخلها جوه ودخلها على الكمبيوتر والكلام ده كله. كل الكلام ده هتتعلم فعلا، خصوصا لو انت ما اشتغلتش زي حالاتي زمان. فلما هتبقى تجربه جديده ليك، وهتعرف ان التعاون في الشغل بيكون مختلف شويه. العاطفه في الشغل بيكون مختلفه شويه عن التعامل بين الصحاب بره الشغل. هتعرف ان التعامل في الماديات لازم يكون بحساب. هتعرف ان التعاون مع المدير بيكون بحساب، التعاون مع دكتور اكبر منك، التعاون مع اسيستنت، التعاون مع الاسيستنت الاكبر منك. تمام، واللي هيبدا يعلمك في الصيدليه هيكون اسيستنت في الغالب. يعني انا لما بدات كنت مع اسيستنت، يعني وعرفني الدنيا ماشيه ازاي. فرقم واحد، تعرف ازاي تتعامل مع الناس. لا، فعلا نقطه مهمه. يعني سيبك من موضوع سوفت سكيلز، تمام، وكوميونيكيشن سكيلز، بس هي فعلا مهمه. تمام، لان انت لما تنزل هتحتاج حاجتين، هارد سكيلز وسوفت سكيلز. بغض النظر الكلمه دي بقت مبتذله، انا ما كنتش بحبها اصلا، بس هي دي الموجوده. هارد سكيلز المهارات اللي انت بتتعلمها في الكليه، اللي هي الماده الفعاله من الميكانيزم، ده يتاخد مع ده يتاخد قبل الاكل بعد الاكل، ده ما يتاخدش مع ده. دي بنسميها الهارد سكيلز. السوفت سكيلز هو ده اكتر انت تستخدمها اصلا، هي اللي انا بقول لك عليها دي. ازاي تتعامل، ازاي يكون عندك قابليه للتعلم، ازاي لو اتحطيت تحت موقف ضغط، لو عميل جه مثلا وقال لك انا مش عايز الدواء ده، اتعصب عليك، هتعمل ايه؟ كل الكلام ده هتبدا تتعلم وهتشوفه لما تنزل تدريب. النقطه الثانيه انك تبدا تعمل علاقات، وده مهم جدا. ليه؟ لان العلاقات في الشغل ممكن اهم من الشغل. تمام، لانك هتعرف ان الموضوع ماشي بايه. ان مثلا واحد، انا عايز واحد كفاءه، تمام، يعني واحد عنده ثقه ويكون قوي امين بالظبط. فانا هروح لحد اعرفه، والله انا عايز واحد كذا، طب انا عندي واحد، طب هاته. تمام، وتبدا تشتغل. هي بتمشي كده، اللي بيسموها في الشركات ريكومنديشن. هي بتبقى ريكومنديشن. طب هتبقى ريكومنديشن ازاي وانت مش موجود اصلا، وانت ما عندكش علاقات، وانت ما تعرفش حد، انت قاعد في البيت مستني الشغل يجي لك، ما فيش حاجه بتمشي كده. تمام، فهتستفيد في العلاقات في الشغل بنسبه كبيره. رقم اتنين، ودي مهمه برضه، تستفيد في النواقص، انك لازم تعرف ازاي النواقص بتجاب منين. مين اللي بيوفر النواقص، ايه الصيدليات اللي بتوفرها، طب الصيدليه اللي فيها دكتور معين فتبدا توفر بشكل معين. تمام، فالتعامل ده، العلاقات اللي انت شبكه العلاقات اللي انت بتبدا تبنيها دي بتفيدك في الشغل، وبتفيدك في النواقص، وبتفيدك حتى في المعرفه. ان انت مثلا ممكن تلاقي حد اكبر منك ب5 6 سنين، تمام، بيفيدك في المجال بتاعه.
بيقول لك مثلا والله انا غلطت في الصيدليه في النقطه الفلانيه ما تعملهاش، والله انا خدت الكورس الفلاني مش حلو ما تاخدوش. تمام، كون ليك حد اكبر منك في المجال ده من اهم الحاجات اللي هتستفيد منها. لازم يبقى ليك حد اكبر منك، لازم يبقى ليك حد ترن عليه ترجع له. ده هيفيدك لو غلطت، هيفيدك فيه لو انت عايز تاخد كورس معين، هيفيدك لو انت عايز تاخد مسار معين. تمام، فده هتحققه ازاي؟ لما تنزل صيدليه. لكن طول ما انت قاعد في البيت او قاعد في او محطوط في كنف الكليه، طب انت تعرف ده كله ازاي؟ مش هتعرف ده كله. واقول لك على حاجه، ان كتير من الكليه خصوصا الدكاتره البنات يا اما مش بتنزل صيدليه وبتكتفي بالكليه، او اللي نزلت وبطلت تنزل بسبب الضغوط. تمام، فبالتالي انت اللي انت هتبنيه الشغل الحياه تبنيه لما تنزل. تمام. طب ايه الاخطاء اللي الناس بتعملها لما بتنزل صيدليه؟ في الغالب بتعمل 3 اخطاء. الخطأ الاولى انك بتعيش في كنف الكليه. يعني بتعيش في كنف الكليه، يعني انت بتنزل الصيدليه بتعرف الموضوع صعب، الموضوع عايز انك تستحمل شويه، انك تقعد فتره، انك مثلا تيجي على وقت راحتك. تمام، فتعمل ايه؟ فخلاص يا عم انا راجل مكتفي بالكليه وانا شاطر وانا دحيح بطلع من الاوائل مثلا او بجيب تقدير وبعدي، فبالتالي خلاص انا كده استكفيت. لا، لان انت بعد كده هي الكليه مش هتديك فلوس. تمام، لازم تبقى مدرك كده. تمام، الكليه ما بتديش فلوس، الكليه بتدي مجموعه من التجارب المختلفه ان من خلالها بتبدا تاهلك لسوق العمل اللي انت لسه مش عايز تنزله، تبدا لسوق العمل وتبدا تحصل منها فلوس. النقطه الثانيه هي لا تنقطع. يعني ايه لا تنقطع؟ يعني انت مثلا نزلت في الاجازه نص السنه، نزلت في اجازه اخر السنه 3 شهور او شهر او كده، اول ما تبدا الدراسه ما تقعدش. انت بقى تقول لي ان انا انزل صيدليه يعني وانسى الكليه؟ لا، خلي الكليه زي ما هي، وانت مثلا في خميس جمعه وسبت خليهم يكون اجازه، خلي 6 ساعات 6 ساعات في مره في الاسبوع مثلا انك تنزل صيدليه، حتى ما تاخدش فلوس. ال6 ساعات اللي انت بتقعدها دي بعد كده ان شاء الله ممكن تاخد فلوس، حتى لو ما خدتش فلوس كفايه ان ايدك في المجال. يعني ايدك في المجال، يعني مثلا لو عايز توفر ناقص موجود، لو انت عايز مثلا تستشير حد موجود. لكن طول ما انت هتبعد عن المكان 4 شهور، ما انت خلاص انت هتنسى المكان اصلا، والعلاقات اللي انت بينك هتبدا تروح. فما تقعدش، ما تقعدش للصيدليه. وفي نفس الوقت بقول لك ما تركنش الكليه، عشان للاسف لما بتتكلم دايما الموضوع بياخد على الجهه الثانيه. لا، ما تقعدش. يعني ايه؟ يعني انت خلي يوم في الاسبوع بتنزل فيه، بدل ما تقعد مع اصحابك، بدل ما تقعد تلعب فانتزي، بدل ما تضيع وقتك في حته تانيه. لا، انزل صيدليه واتعلم. تمام، مش بقول لك ما تستمتعش بحياتك، استمتع بحياتك، بس في نفس الوقت خلي عينك على سوق العمل. وانت لازم مطلوب منك انك تعول اسره. مهم جدا انك تفكر في ده، انك مطلوب منك انك تتكسب عشان هتعول اسره فيما بعد، وهتعرف ان الحياه ماديه شويه، الحياه دي مش بالسهوله خالص. تمام، فالنقطه الثانيه هي لا تنقطع. لا تنقطع. النقطه الثالثه انك خليك حاكي شويه. يعني خليك حاكي، يعني انت مثلا رحت صيدليه لقيتها مش شغال كويس، ولقيتها الشيفت بتاعها ما بيعملش 500 جنيه في اليوم، بيعمل 1000 جنيه في اليوم، طبعا ده قليل خالص يعني. خلاص سيب الصيدليه وروح صيدليه تاني. ما تقولش اصل انا اتعقدت، اصل اللي هناك عقدني من المجال، اصل قاعد يقول لي الصيدليات موجوده في كل حته، كل 100 متر صيدليه. لا، اللي بيعقدك ده هو في ذات نفسه، وبعدين هيفتح صيدليه او ما فتحش انت مالكش دعوه بيه. كل واحد ليه تجاربه الخاصه، كل واحد ليه تجاربه الخاصه. فبالتالي انت رحت صيدليه ما استفدتش منها حاجه، خلاص روح صيدليه تانية. وحاول دايما تنقي صيدليه كبيره، صيدليه فيها دكتور هو اللي ماسكها، فيها دكاتره. يعني مثلا لو دكتور صاحب اللي بيتعامل مع الكاونتر بيكون دكتور فاهم، كل ما كان الاكبر منك فاهم وعارف وخد مثلا كذا كورس وخد كذا، هيوفر عليك سنين كتير هتضيعها في التخبط الموجود حاليا. تمام، فالنقطة الثالثة خليك حاكي. يبقى احنا قلنا امتى تنزل صيدلية، هستفيد ايه من الصيدلية، ايه الاخطاء اللي الناس بتقع فيها لما تنزل صيدلية. اتكلمنا على الصيدليات وامتى تنزل وهتستفيد ايه وما تستفيدش ايه وتتعلم ايه وما تتعلمش ايه وكده. رقم 2، ممكن نلخص مجال الصيدلة كله في 4 مسارات. المسار الاول مسار الصيدليات، وده اتكلمنا عنه. مسار الشركات اللي هو المندوب والماركتنج الديزاينر وكل الكلام ده. مسار المستشفيات، مسار المصانع. دول 4 مسارات. وانت بتقلب على الفيس كده هتلاقي جي اس كي بتطلع لك مره واحده، اللي هو سجل معانا مثلا في مصنع كمش فلان، سجل معانا في مستشفى علان، سجل معانا في الشركه الفلانيه. في الغالب هي تبقى مصانع ومستشفيات اكتر ما هي شركات. طب امتى تاخد في كل واحده؟ يعني تاخد مصنع ولا تاخد مستشفى ولا تاخد شركه؟ خد المكان او اللي انت حابب تكمل فيه. طب انا مش عارف انا عايز ايه، خلاص خد ابدا في اي واحد فيهم. تمام، شوف ايه الظروف المناسبه ليك، لان المصانع او المستشفيات او الشركات كل واحده فيهم بيبقى فيه تكلفه. يعني جي اس كي بتاع التكلفه غالبا ما بيكونش رخيص. يعني انا من سنتين كان في تدريب في مصنع ب1000 وحاجه، غير السفر، غير لان انا من اقاليم، فالموضوع بيكون صعب. فشوف التكلفه بتكون عليك عامله ازاي، وشوف اهم حاجه الاوفلاين عامل ازاي. ليه؟ لان الاونلاين سهل. انا عايزك تروح تشوف المصنع عامل ازاي، تشوف الجهاز نفسه.
خاصة لو انت كلية مثلا مش بتواجه الأجهزة أو ما شفتش ولا جهاز في حياتك، فبالتالي إنك تشوف الجهاز بيشتغل إزاي، بتشوف العامل بيقف إزاي على الجهاز وبيدوس كذا وبيدوس كذا، الدكتور إيه، الأسيستنت اللي معاه، كل الكلام ده، المستشفيات الحالات عاملة إزاي. طول ما انت أوفلاين بيكون أفضل من الأونلاين. مش بقول الأونلاين مش مهم، الأونلاين مهم، بس أهم حاجة الأوفلاين. تمام. فشوف عدد الأوفلاين بيبقى عامل إزاي، قدرتك على السفر لو انت من اقاليم زيي هتبقى عامله ازاي، لو انت عايز مثلا التكلفه عليك هتبقى عامله ازاي، فتحسب التوتال. كل ده تشوف استخراج من الله سبحانه وتعالى، ومبلغ انت تحطه عشان انت تستثمر في نفسك اصلا. فبالتالي لازم تختار كويس وتوكل على الله، ومش شرط المجال انت تختار تكمل فيه. يعني انا فاكر اخترت مصنع اصلا، كان مصنع اعتقد مصنع النيل، تمام، وكان كورس كبير وبتاع، وما كملتش في التصنيع ورحت الحته تاني عادي. بس انا عرفت التصنيع مشاكله ايه وهو مش مناسب ليا، فخلاص رحت المجال تاني. فعادي ممكن تاخد تدريب في حته وما تكملش فيها، بس اهم حاجه انك تتحرك. لكن انت كل امشي هنا ولا امشي هنا، لا، انت تتحرك وربنا سبحانه وتعالى يوفق، وهي بتوفيق بحت. يعني انت هي توفيق بحت انك تلاقي فرصه شغل معينه، ده توفيق، كل التوفيق من ربنا. وما الكلام اللي احنا حكي فيه ده كله الا مجموعه من الاسباب المختلفه اللي بتؤدي في الاخر الى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ان ربنا امرك باتخاذ الاسباب، ان انت تاخد الاسباب، وفي الاول في الاخر تتوكل على رب الاسباب. ما تروحش للاسباب وتنسى رب الاسباب. تمام. فكل ده اسباب احنا بنتخذها. تمام كده يعني. معظم النقاط اتكلمنا فيها، اتكلمنا على الصيدليات، اتكلمنا على التدريبات الموجوده، وتاخد ايه وما تاخدش ايه. ولو عندك حاجه اكتبها تحت في الكومنتات، ولو عندك حاجه ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي الانستجرام بتاعي في الديسكربشن تحت. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.